اللي هو جزء خطير وخطير جدا، كلام خطير وخطير جدا، اسمعوا معايا. انا عندي معلومه حبيت نقولها معكم، انه سعيد بن زيرة تحصل على جواز سفر جزائري بطريقه سريه، وحصل عليه من احدى قنصليات الجزائر في اسبانيا. نعود المعلومه، سعيد بن زيرة بطريقه غير قانونيه عنده جواز سفر جزائري. بالك البعض يقول كيفاش سعيد بن زيرة عنده جواز سفر؟ لانه يعني شيء عادل. لا ماشي عادل، لانه عنده رجوع سياسي اولا. هذا يعني الناس اللي يحبوا يقرأوا ويحبوا يفهموا ويحبوا يبحثوا، رانا نعطيناكم رصيد انه المجرم الهارب من العداله الجزائريه سعيد بن زيرة عنده لجوء سياسي، عنده جواز سفر جزائري حصل عليه بطريقه سريه. اعتقد وحسب علمي انه حتى في الارشيف ما يكزيستيش، حتى في الارشيف تاع وزاره الداخليه الجزائريه الرقم تاع الجواز هذا ما يكزيستيش، لانه حصل عليه بطرق ملتويه. نختموا كلامنا بالحديث عن المجرم سعيد بن زيرة. سعيد بن زيرة هو شخص يعني محير. علاه؟ لانه واش كان يدير سعيد بن زيرة لما كان سعيد بن زيرة متحالف مع امير ديزاد ومع زيطوط؟ لكن امير ديزاد وزيطوط صنفوهم ارهابيين، بينما سعيد بن زيرة اللي قام بدور اخطر منهم، لانه اللي كان يسرب الاخبار السريه العسكريه والامنيه هو كان سعيد بن زيرة، كان يسرب اكثر من امير ديزاد واكثر من زيطوط. رغم هذا زيطوط وامير ديزاد تم تصنيفهم ارهابيين، وبن زيرة ما صنفش ارهابي. على هذا السؤال اللي انتم لازم تحوسوا عليه. نرجو التفاعل، نرجو انا ماذا بيا يكون تكتبوا رايكم على هذا الموضوع، علاش سعيد بن زيرة لم يصنف ارهابي. وهذه هي. وايضا ما ننسوش بالموضوع الرئيسي اللي هو انه سعيد بن زيرة، انت قبل ما تهضر انه جمال بالماضي وقع العقد بجواز سفر جزائري ولا بجواز سفر فرنسي، انت على الاقل يكون عندك جواز سفر جزائري ومع سهل. السلام عليكم. كلام خطير وخطير جدا، كلام خطير وخطير جدا. نعاود نقول لانه فيه اتهام خطير لمصالح الدوله. هنا راهو يتهم في رئيس الجمهوريه عبد المجيد تبون، يتهم وزير العدل، يتهم وزير الخارجيه، يتهم مدير المخابرات الخارجيه، ويتهم قنصل من القناصل الجزائريين في اسبانيا. ما قالش واش من قنصليه، لكن كاين زوج قنصليات، كاين ثلاثه يعني. وما يقصدش مدريد، يقصد يا اما برشلونه يا اما اليكونت. وعارف علاش؟ لانه اللي يسرب له المعلومات، لانه اللي متحكمين في القنصليه في برشلونه او في اليكونت طبعا من جماعه الامن المخابرات، وهذه معروفه. القنصليات تاعنا اللي يكونوا على حوض البحر المتوسط عاده يكونوا من جهاز مخابرات، هذا شيء معروف موش سر. اذا اختيتي اللي يقول الكلام هذا خطير وخطير جدا. لماذا؟ انا قلت لكم انه جواز السفر الجزائري ما عنديش، وكي نحب نديه قانونيا ونوريه وين نروح ندخل عادي جدا. رقاص العيون عنده جواز، انور مالك الخاين عنده جواز، عبدو سمار عنده جواز ومازال ما ماتلوش نفس الشيء، سلموا طبعا لانه طلب اللجوء، وكثير من النشطاء اللي في الخارج عندهم جواز، بما فيهم زيطوط مرته وولاده هو عندهم جوازات عادي جدا، ما كاش مشكل، من حقه ما دام عنده الجنسيه، من حقه اي واحد حتى ويكون مجرم يكون ارهابي جواز سفر واحد ما ينحيله، الا اذا كان نزعت منه الجنسيه الجزائريه، هذاك امر اخر. سعيد بن زيرة من حقه جواز السفر الجزائري عندما يريده او يطلبه بشكل عادي، ونروح للقنصليه في لندن ونديه، وواحد ما يقول لي وراك رايح عادي. لكن هنا اختيتي اللي يقول كلام خطير وخطير جدا، وهو اتهام لمصالح الدوله. يقول بن زيرة تحصل على جواز بطريقه سريه. هنا كاين امر مهم، لو قال انه بن زيرة عنده جواز بطريقه سريه او مزوره، معناتها شراء من برا ترافيكي كذا كذا، نقدروا نقولوا يتهم فيا انا انه بن زيرة دار جواز سفر جزائري ومخبيه. السؤال مطروح، واش يدير به؟ هذا هو السؤال. جواز سفر جزائري واش يدير به؟ وين يروح به؟ يروح به للجزائر او يقول انا ما حبيتش نروح؟ لماذا وين يروح به؟ وين يروح به؟ في رايك وين يروح به؟ اي دوله يروح ليه عنده جواز اللي راه عنده فيه يعني اكثر تسهيل باش يروح لاي مكان. لكن هو هنا راه يقول باللي تحصل على جواز سفر من قنصليه من قنصليات اسبانيا بطريقه سريه، والجواز هذا مش مسجل حتى في السجلات، معناتها اللي اعطى الجواز لبن زيرة هو المزور اللي هو القنصل في هذه المدينه او في هذه الدوله راهو زور. وبالتالي هذا اتهام خطير وخطير جدا، انه يتهم المخابرات الخارجيه. وانا نوجه رساله مباشره الى مدير المخابرات الخارجيه اللي هو جبار مهنا، ولا يتهم فيك لانه يقصد فيك انت، ما كانش واحد اخر، راه يقصد فيك انت يا سي جبار مهنا. راك خدمت باسبور من ترافيكي لبن زيرة ومخبيه، واحد ما على بالو به، حتى الرئيس ما على بالوش به، راه يقضي به صوالحو. وشنو صوالحو اللي يقضي بهم؟ الصفقات، يروح مش عارف هنا يقضي صوالح باسبور زيري، حتى هو ما يعرفش من صوالح تقضي باسبور زيري. هذا اتهام خطير لمصالح المخابرات الخارجيه، واتهام واضح، وانا عارف شو يقصد، وما نقولش على المباشر لانه هو على باله وانا على بالي والمعنيين على بالهم.
على بالي وشكون راهو يتهم واش راه يقصد واش يحوس يقول، لكن لانه جبان وحقير ما يقدرش يقولها، يلمح برك. بن زديرة خدموا له جواز في قنصليه عمرهم فلان، يخدموا له كلام واضح. اذا في النقطه هذه قلت لكم الكلام غير صحيح، وبالتالي انا اطالب بشكل رسمي فتح تحقيق. بلاش واش راه يقول اختيتي، بلاش صحيح. ممكن السعيد بن زديرة عنده جواز مترافيكي ومخبي مديه من قنصليه القنصل تاع اليكونت ولا القنصل تاع برشلونه، عطالو الجواز بالتخبيه من تحت الطابله، قال له ما تقولش رد بالكو، اختيتي الفاقلي. اذا اطالب بشكل علني ورسمي بفتح تحقيق في هذا الاتهام الخطير. هذا الجزء الاول. الجزء الثاني من نفس الفيديو في المقطع الثاني يقول انه بن زديرة تحالف في وقت سابق مع وليد ملوك امير بوخارس ومع زيطوط وكذا وكذا وكان معاهم وكذا. طبعا وهذا الكلام غير صحيح، انا عمري ما تحالفت معاهم وعمري ما كنت معاهم، وتعرفوا نشاطي وانا في طريق وما في طريق. من اليوم الاول تقابلت مع زيطوط في 2013 جونفي 2013 تقابلت معاه في لندن، شربنا قهوه اول واخر لقاء، بعدها تلاقينا في قنوات في البي بي سي او في المغاربيه او كذا قط وفار، لكن وين شربنا قهوه مع بعض مره واحده وتكلمت عليها وعندي الصوره متصوره انا وياه عادي جدا، وكان عندي هدف وما تحققش وانتهت القضيه في 2013. ما عندي حتى لقاء معاه، ما عندي حتى تواصل معاه. هذا الشيء يعرفه العدو قبل الصديق. لكن هو يقول انه بن زديرة عنده علاقه مع وليد ملوك اللي انا ما عنديش علاقه معاه من اليوم الاول، طبعا عمري ما تلاقيت معاه وعمري ما عندي علاقه معاه ومش مستوايا، وزيطوط وكذا وكذا. ولكن بن زديرة لم يتم تصنيفه كارهابي، بينما الاخرين حقروهم ودارهم ارهابيين. اذا هنا المتهم من؟ المتهم هو رئيس الجمهوريه، لانه رئيس الجمهوريه بمرسوم رئاسي قال هذو ارهابيين وبن زديرة مش ارهابي. اذا رئيس الجمهوريه راهو غلط، اسم محمد ستبون اختيتي راه يقول لك راك غلط. بن زديرة لازم ديروا ارهابي، لازم تخرجوا في الجريده الرسميه وتصنفوا كخائن وارهابي، راك غلط. ويتهم العداله الجزائريه ووزير العدل طبعا ورئيس الجمهوريه بالخصوص، لانه اصدر مرسوم رئاسي يصنف هؤلاء بخونه وارهابيين، بينما بن زديرة الحمد لله خاطئ. اذا ختال يتهم بشكل علني رئيس الجمهوريه بانه تحيز لبن زديرة ما صنفوش وحقر الاخرين مساكن حقرهم ودارهم ارهابيين. كلام خطير، هذا اتهام خطير يا ناس، انك تروح تقول رئيس الجمهوريه فلان رانا احنا على بالنا بالارهابي وخائن وراك ما درتوش، معناتها هو يعرف امور الدوله اكثر من مصالح المخابرات ومصالح الرئاسه ومصالح العدل. كلام خطير. اذا اختيتيل العقون لا يتهمني انا السعيد بن زديرة، بل يتهم مصالح الدوله، يتهم وزاره الخارجيه وقنصل من قناصله اسبانيا، يتهم رئيس الجمهوريه انه لم يصنف بن زديرة، ويتهم مصالح الدوله اتهامات خطيره، لانه يقول لدي معلومات، ماهوش يقول لدي شكوك، لدي معلومات. الان المطلوب فتح تحقيق ارواح، ما دام لديك معلومات اعطينا المعلومات هذه منين جاوك وخلينا نحققوا. اذا بن زديرة بالفعل عنده جواز سفر مزور او جواز سفر مسروق او جواز سفر سري لازم نحققوا. اذا المطلوب من مصالح الدوله، وانا اتوجه بهذه الرساله للنائب العام السيد النائب العام لمجلس قضاء العاصمه والساده وكلاء الجمهوريه في كل من بيرموند رايس، لانه الفيديو هذا داروا في مقام الشهيد، الفيديو هذا سجله في مقام الشهيد تابع لمحكمه بيرموند رايس او محكمه لوساندي، مانيش عارف محكمه اختصاص، لكن المهم محكمه من المحكمات، يا اما محكمه لوساندي او محكمه بيرموند رايس او محكمه سيدي محمد. المهم انا رسالتي الى السيد النائب العام لمجلس قضاء العاصمه، اطلب منك سياده النائب العام بكل ود واحترام فتح تحقيق في هذه الاتهامات الخطيره، وتوجيه اتهام السعيد بن زديرة بتهمه التزوير في محررات رسميه اللي هي جواز سفر وباقي الاتهامات اللي راهو قال عليها اختيتي. انا نطلب تفتحوا تحقيق. اذا كان ما يقوله ختال صحيح وجهوا الاتهام، والشعب الجزائري لازم يعرف ان بن زديرة السعيد متهم. اذا كان ما يقوله غير صحيح اطالب بحقي في التشهير، لانه هذا السيد شهر بيا وهذا السيد اتهمني اتهامات باطله والشعب كله يسمع.